التشكيل الأقرب لمنتخب مصر قد يشهد تواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من محمد هاني وحمدي فتحي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخالد صبحي، بينما يتكون خط الوسط من مروان عطية إلى جانب محمد شحاتة أو مهند لاشين. أما في الخط الأمامي فيعتمد حسام حسن على القوة الهجومية الضاربة بوجود الثلاثي إبراهيم عادل وعمر مرموش ومحمد صلاح، في محاولة لاستغلال السرعة والمهارة الفردية في اختراق دفاعات كوت ديفوار. مصر ضد كوت ديفوار. موعد المباراة السبت 10 يناير 2026 الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار أغادير في المغرب. ده بعدما نجح الفراعنة في تجاوز عقبة بنين في دور ال16. القنوات الناقلة: بي إن سبورتس، الناقل الرسمي لكل مباريات كأس إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مجموعة من قنوات بي إن سبورتس ماكس هتنقل المباراة بالتعليق العربي اللي الجماهير متعودة عليه. في بعض الدول هتتوفر بث مفتوح عبر القنوات الأرضية المحلية حسب اتفاقاتهم. المباراة دي بتعتبر أول اختبار حقيقي للفراعنة في أبواب النهائي. كوت ديفوار منتخب قوي بيلعب بأسلوب منظم وقدر يطلع من مواجهات أصعب، فالمواجهة دي مش سهلة أبدا. الجمهور المصري كله على أعصابه، والكل بيسأل: هل مصر هتكمل المشوار وتقطع تذكرة نصف النهائي، ولا كوت ديفوار هيقف قدامنا؟ لو شايف إن مصر تنجح وتكمل للمربع الذهبي، اعمل لايك وشير وعلق: فوز مصر.